حين وقعت أزمة أوكرانيا الأخيرة طالب الغرب العالم كله بالوقوف معهم ضد الروس. بعضهم وافق والآخر رفض، لكن هنالك دول لم يطالبوها أصلا باتخاذ أي موقف، ذلك أن موقف هذه الدول معلوم مسبقا. فلو سارت أمريكا باتجاه الشمال ستجد هذه الدول تسير باتجاه الجنوب كي لا تتقاطع معهم. من هذه الدول الجزائر التي لا تحب الغرب ولا الغرب يحبها، وهذه قصتها كما لم تعرفها من قبل. لو سألت أحدا ليس من أهل الجزائر أو لم يزرها من قبل ماذا تعرف عن هذا البلد الواقع إلى الشمال الغربي من القارة الإفريقية، قد يكون أول ما يتبادر لذهنه الثورة الجزائرية العظيمة التي قدمت أكثر من 1,000,000 شهيد، وقد يخبرك عن عبد القادر الجزائري، أو ربما يكون متعمقا أكثر ويحدثك عن موسيقى الراي والشاب حسني أو الشاب خالد، وربما يسرد عليك انتصارات منتخب محاربي الصحراء وصولاتهم وجولاتهم في البطولات الدولية. سيحدثك أيضا عن هواري بومدين وعن مشاركة الجزائريين في حرب العام 1973، وبالتأكيد سيحدثك عن فلسطين، لكنه أيضا سيخبرك عن السنوات 10 العجاف التي مرت على الجزائريين والتي خسروا بها 4,000,000 روح من أبنائهم، ويخبرك عن خلاف الجزائريين مع جيرانهم المغاربة، وعن قضية الصحراء، وعن الإشكالية مع فرنسا المستعمر القديم. وربما يستذكر أيضا الواقعة التي جرت بين الجزائر ومصر على إثر مباراة كرة قدم وخلاف الجماهير. فالجزائر بلد كبير وتاريخه طويل، فيه صفحات كتبت بالدم والبارود وأخرى كتبت بالفخر والمجد. سنقدم لك موجزا سريعا عن تاريخ هذا البلد، ولك أن تتخيل أن عمر الجزائر من عمر التاريخ، وربما أقدم من التاريخ نفسه. ففي ولاية سطيف الجزائرية اكتشفت بقايا إنسان في موقع عين لحنش تعود لأكثر من 1,000,000 سنة للوراء، أي أنها تنتمي للعصر الحجري القديم. كذلك في الجنوب من ولاية قسنطينة ظهرت أولى المكتشفات التي دلت على قيام حضارة القبصية، والتي تنتمي للعصر الحجري الحديث الذي يعود إلى قرابة 10,000 قبل الميلاد. كما لا يمكن المرور على تاريخ الجزائر القديم دون ذكر الفينيقيين الذين أنشأوا مدن هيبون التي أصبحت اليوم تعرف باسم عنابة، وكذلك روسيكاد التي تعرف اليوم باسم سكيكدا، وإيكوزيوم التي باتت اليوم الجزائر، وغيرها الكثير. كذلك لن يكتمل الحديث دون ذكر مملكة نوميديا التي نمت وازدهرت في آخر 3 قرون قبل الميلاد، ومرور ممالك أخرى على أرض الجزائر كإمبراطورية بيزنطة وصولا للفتح الإسلامي الذي استقر قرونا عدة، وساهم فيه أبناء الجزائر آنذاك بتوسيعه حتى وصل الأندلس، وظلت خلاله البلاد درعا للمسلمين في شمال القارة الإفريقية إلى أن قدم الاستعمار الفرنسي في القرن 19 واستقر في البلاد لأكثر من 130 عاما. عانى خلالها الجزائريون ويلات الاحتلال، وذاقوا كافة أنواع الظلم والاضطهاد، وتفنن خلالها الفرنسيون بأشكال الجرائم وحجمها، حتى ثار أبناء الجزائر منتصف خمسينيات القرن الماضي وأرغموا المحتل على الخضوع والانسحاب لتنال الجزائر استقلالها العام 1962، فاتحة عهدا جديدا من تاريخ البلد صاحب التاريخ. فبدأت منذ اللحظة الأولى عملية بناء الجزائر الحديث، ومعها بدأت حقبة خلافات السياسة واختلاف الآراء. فكما هي السياسة في أي مكان تشهد تقلبات وتغييرات، جرى في الجزائر ما جرى على غيرها، تبدلت أسماء وتغير قادة ورؤساء، وظلت الجزائر فمن أحمد بن بلة إلى هواري بومدين، وصولا لسنوات الاحتراب مطلع التسعينات. هنا انطوت الجزائر على نفسها واقتتل أبناء البلد الواحد، لكنهم أيضا أنفسهم من قرروا لملمة جراحهم وطي صفحات الخلاف، وسجلت البلاد هزيمة للإرهاب
سعت بعدها لإعادة بناء ما تم تدميره والنهضة من جديد. وفعلا راهنت الجزائر ورفعت الرهان، فما إن انقضى العقد الأول من الألفية الثالثة حتى عادت البلاد واقفة كعادتها على كلتا قدميها، ولكن لأن الجزائر جزء من محيطها ومن العالم عادت تعصف بها أزمات اقتصادية وسياسية وصلت حد اندلاع ثورة على نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد طيلة عقدين. وبخلاف دول أخرى لم يجري التغيير في الجزائر بعنف ودموية، بل بحكمة وروية، فخلعت البلاد ثوبها القديم وارتدت آخر جديد بكل يسر وسلاسة، واستقرت سياسيا، وبدأت بالبحث عن استقرار آخر في الاقتصاد. فهي حتى العام 2019 ظلت تحتفظ بترتيب للدين الخارجي العام يعتبر جيدا، حيث من قرابة 200 بلد دائن احتلت الجزائر المرتبة 139 من حيث حجم الديون. كما وعقب الآثار التي تركتها جائحة كورونا، رفضت الحكومة الجزائرية علاج الآثار الاقتصادية التي عصفت في العالم كله بالاستدانة، وقررت الاعتماد على نفسها. وحتى عقب أزمة الحرب الأوكرانية الروسية الأخيرة تماسكت البلاد واستفادت من الارتفاع الحاصل بأسعار الوقود، دون إغفال أن طريق الجزائر ما زال في بدايته نحو النهوض الشامل. فعدة قضايا ما زالت عالقة، منها اقتصادية وأخرى سياسية. ففي الاقتصاد يتربع الفساد على عرش المشكلات، كذلك أزمات في ضخ النفط وتصديره بسبب مشكلات في الصيانة وغياب التجديد. وأيضا جرى عجز في الموازنة العامة لسنة 2021 مع تنبه الدولة وسعيها لتلافي أي تراجع. أما في السياسة فالأزمة مع المغرب الجار وصلت ذروتها وحد القطيعة، وهي أزمة تستلزم حلا بين الأشقاء الذين وإن اختلفوا بالسياسة جمعهم التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة. فالجزائر لطالما جمع ولم يفرق، فهو البلد الذي وقف طويلا يتبنى قضايا العرب، فمن مصر في حربه ضد إسرائيل إلى مساندة فلسطين التي أعلن رئيسها الراحل عرفات قيامها من على أرض الجزائر التي ظلت على العهد معها طويلا ظالمة أو مظلومة. كذلك دور الجزائر في قضايا أخرى رفضت فيها حلول السلاح كما في ليبيا. كذلك دورها العالمي فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا التي رفضت فيها الرضوخ للغرب وإملاءاتهم، فظلت صديقة للروس كما كانت دائما، وظلت ترحب بالصينيين أبرز أعداء المحور الغربي الحالي، وحافظت كما دول أخرى على حيادها واستقلاليتها. فهي البلد التي ترفض الانسياق أو الرضوخ لأحد دون أن تخشى أحد، وهي البلد الذي مر عليه ما مر دون أن تسقط أو تنحني، بعقد أبنائها العزم أن تحيا إلى الأبد.